ستيفن كوفي في كتابه The Seven Habits of Highly Effective People. وباي ذا واي الكتاب ده انا بعتبره من احسن الكتب اللي اتكتبت في المجال ده. الكتاب قديم بقاله سنين كتير، ولكن كل الكلام اللي فيه لسه as valid النهارده as it was valid وقت ما اتكتب. فخامس عادة هو بيتكلم عنها في الكتاب، أو أنا بعتبرهم مبادئ فممكن نعتبرها خامس مبدأ هو بيتكلم عنه في الكتاب، هو seek first to understand then to be understood. إن أنت تحاول دايما في أي موقف إن أنت تسعى إن أنت تفهم الطرف التاني، وبعدين بعد كده تحاول إن هو يفهمك أو إن أنت تتفهم. أغلبنا في أغلب المواقف بنعمل العكس، دايما إحنا بنبقى بنحاول نشرح وجهة نظرنا، عايزين الطرف التاني يسمعنا، عايزين الطرف التاني يفهمنا، عايزين نقنعه باللي إحنا عايزينه أو اللي إحنا بنفكره أو بوجهة نظرنا. لكن إحنا النهاردة في الخطوات اللي هنتكلم عنها هنلتزم بالمبدأ ده، إن إحنا هنحط كل الفوكس وكل الاهتمام في الأول على الطرف التاني، على إن إحنا نسمعه ونفهمه، وبعدين بعد كده يجي دورنا في إن إحنا نتفهم. ولما أنا أفهم الطرف التاني الأول، ساعتها قدرتي على إن أنا أفهمه وجهة نظري، أو إن أنا حتى أعرف إيه اللي أنا محتاجة أقوله له وإيه اللي مش مهم أقوله له، إيه اللي relevant وإيه اللي مش relevant، إيه اللي هيبقى effective أو مؤثر في الموقف ده وإيه اللي مش هيبقى مؤثر، هتبقى أحسن بكتير. طيب أول حاجة هحاول أعملها في الموقف ده هو إن أنا أعمل validation لمشاعر الطرف التاني. وكوني إن أنا بعمل validation لمشاعره مش معناها بالضرورة إن أنا بعمل validation لتصرفاته أو لأفكاره، لكن لازم دايما نخلي في بالنا إنه المشاعر ما فيهاش صح وغلط. مفيش حاجة اسمها حد من حقه يحس حاجة ومش من حقه يحس حاجة، هو مادام حاسسها هو حاسسها، ما فيهاش صح وغلط، ما فيهاش حق ومش حق. ممكن تكون المشاعر دي نابعة من أفكار مش مبنية على حقيقة، ممكن تكون نابعة من أفكار جاية من سوء تفاهم. في الآخر أيا كانت الأفكار اللي جاي منها المشاعر دي، في اللحظة دي هي دي مشاعر الشخص ده، فأنا لازم أحترمها حتى لو أنا مش متفقة مع أفكاره، حتى لو أنا مش متفقة مع تصرفاته. فكوني إن أنا أعمل validation للمشاعر، كوني إن أنا أحترم مشاعره، مش معناها بالضرورة إن أنا موافقة على تصرفه أو رد فعله أو أفكاره أو الحاجات اللي هو مقتنع بيها أو أي حاجة تانية. فأول حاجة هعمل validation للمشاعر بإن أنا أقول له حاجة زي أنا شايفة قد إيه أنت متضايق، أنا حاسة قد إيه أنت غضبان، أنا شايفة قد إيه الموقف ده مأثر عليك. دي أول حاجة.